احنا اليوم تنحيو ذكرى فاتح ماي، ذكرى في العيد الاممي للطبقه العامله، وحنا كنساء ورجال التعليم وكذلك العاملات النظافه وحراس الامن المنضويين تحت لواء الجامعه الوطنيه للتعليم الفرع ديال قلميم، تنحيو هذه الذكرى باش نعبروا على الاحتجاج ديالنا على الحكومه وعلى الوزاره، باش نعبروا على الرفض ديالنا الاتفاق ديال 14 يناير اللي ما حقق حتى شي مكتسب للنساء ورجال التعليم، وكذلك باش نحتجوا وباش نثبتوا بمطالبنا. فين هي هذيك الوعد؟ ثم يأتي هذا الاحتفال تحت الظروف التي يعيشها المواطن من غلاء المعيشة تحت شعار تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة. نلاحظ للأسف الشديد أن الوزراء والعمال والمواطن بصفة عامة يعيش الآن في تراجعات أساسية في حياته، تراجعات مكتسبات التي كانت يكتسبها وتم تراجعها في عهد هذه الحكومة الحالية. هذه الحكومة التي تدعي أنها حكومة كفاءات وحكومة اجتماعية، ولكن هذه الحكومة التي تسحب نظام التغطية الصحية للأبوين، التي تسحب نظام الأرامل وتسحب اتفاقات معروفة، هل هي حكومة اجتماعية؟ بل حكومة لا اجتماعية، حكومة اللي هي القدرة الشرائية ديال المواطن.